السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقولك ازاي تعملي الصابون السائل في البيت بطريقة سهلة جدا وغير مكلفة خالص. يعني الطريقة، شايفين الصابون القوام بتاعه عامل ازاي؟ وطبعا عايزة اقول لكم في التنظيف والرغاوة، واهم حاجة ان هو مش بعد ما بتخلصي بيسود الايدين ولا اي حاجة. شايفين طبعا الرغاوي، وطبعا بيلمع المواعين جدا جدا جدا، المواعين الألمونيا وكل الصابون. طبعا ده الكيس ده اسمه هيرولوكس. بتجيبيه ب20 جنيه. طبعا بيتضاف على 8 لتر من المية. يعني الكيس ده هتجيبيه وتزودي عليه 8 لتر من المية. طبعا لو عايزة تخففي بياخد معاكي اكتر من كده، بس عشان تضمني الطريقة المظبوطة هتعمليه على 8 لتر. هنفتح الكيس كده، هيبقى معاكي الكيس البودر ده طبعا، والمعجون اللي فيه الابيض ده. هنيجي بقى عشان نستخدمهم واقولك طريقة الاستعمال. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنجيب طبعا هنفضي الكيس البودر والكيس والمعجون ده او ده على بعض زي ما انتوا شايفين. طبعا تقيل جدا. هنجيب طبعا اهم حاجة تكون الحاجة اللي يعني جردل كبير عشان ياخد معاكي ال8 لتر. انا قلبت كده لحد ما بقيوا قوام واحد. انا جبت المية جنب اهي 8 لتر. طبعا انا بحبه تقيل بحيث ان انا وانا بغسل الحاجة اخففها. تمام. ممكن تعمليه على 5 لتر، بس بتحط نص كمية البودر. هفضل طبعا اضيف المية بالتدريج كده واقلب بالتدريج واقلب. مش عايزة اي كتل فيه خالص لحد ما الكتل بتاعتي تنتهي. هفضل اقلب كتير جدا. طبعا هو بياخد، لو معاكي مضرب بالكهرباء هيسهل معاكي طبعا عملية الضرب دي بسرعة. هفضل اقلب برضو كده كتير لحد ما اخفف الكمية خالص. طبعا طول ما انتي بتقلبي القوام بيتقل معاكي، طول ما انتي بتقلبي القوام بيتقل اهو. انا بقلب بقلب طبعا وبضيف المية لحد ما خلاص كده. شايفين طبعا الصابون عامل ازاي معايا؟ تقيل جدا جدا. يعني احسن من الصابون اللي انت بتشتريه من بره. يعني 20 جنيه وبياخد معاك. هاخد طبعا شوية كده وهوريكم طبعا طريقة الاستخدام. يعني طريقته ان هو دي طبعا الحلة، شايفين دي محروقة مكان الرز. وطبعا يعني متسخة خالص، كانت في الحوض. هوريكم طبعا هتتنضف ازاي. هنجيب طبعا السلكة عادي. انا بحب استخدم السلكة دي طبعا في الالومنيات اهو. شايفين مسافة ما بحط كده الرغاوة كتيرة جدا جدا وبتنضف معايا بكل سهولة. والرغوة كتيرة، يعني عامل رغوة. واحلى حاجة فيه ان انا لما بجيب صابون سايب من بره بيسود لي ايديا وانا بغسل، لكن الصابون ده بيخلي الايدين يعني ناعمة جدا كده، ومش بيسود الايدين خالص ولا يكسر الضوافر ولا اي حاجة. آه، طبعا اهو شايفين. هوريكم الحلة. شايفين كمية اللمعان اللي في المواعين؟ حاجة كده جميلة قوي بصراحة. هوريكم برضو حلة تانية. طبعا اهو برضو هاخد شوية وهغسلها. يعني طريقة الغسيل سهلة خالص. مش بتحك كتير في المواعين عشان توصلي لكمية اللمعان دي زي الصابون التاني. لا مسافة والله ما بحط. مش برشح للمنتج ولا اعلان ولا الكلام ده، بس بجد انا اهم حاجة بعملها وبحس ان هي موفرة معايا في الظروف الصعبة دي. بحب افيد الناس اللي معايا. شايفين طبعا الحلة بتلمع جدا جدا. جبت هنا بقى الصابون. خلاص هعبيه في ازازة، في حاجة، اي حاجة عندك طبعا حابة تستخدميها. فانا بعبيه كده وبحطه طبعا تحت الحوض وباخد بالكمية في ازازة تانية على حسب الاستخدام. طبعا انا متقلاه لان انا وانا بستخدم باخد الصابون وبخففه اكتر. يعني اكتر من كده على حسب طبعا الحاجة اللي انا بنضف بيها ممكن تكون محروقة جدا، فبحتاج صابون تقيل. وبكده طبعا وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا لي في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا.